ما سألتوا نفسكم لما نروح مطاعم صينية نلاقي اللحمة عندهم مهرية ولما نعملها في البيت تطلع معانا مطاطية؟ تعالوا نشوف ايش سرهم. اول سر في طريقة تقطيع اللحمة، لازم تتقطع عكس الانسجة، والسر الاكبر انهم يضيفوا عليها بيكنج صودا. سامعين صوت التفاعل؟ انسجة اللحمة دائما تكون متماسكة، لو حطينا عليها بيكنج صودا ايش يحصل؟ تتوسع الانسجة وتخش التتبيلة، راح اللحمة تصير مهرية ومنكهة. وحنزل عليهم نفس التتبيلة، توم وبصل وشوية صويا صوص مع سكر وفلفل اسود، ونضيف عليها زيت السمسم. التفاعل لسه شغال، حندخلها الثلاجة لمدة ساعة وبعدين نشوحهم على النار تقريبا 10 دقائق، وهذه النتيجة النهائية. شايفين فرق اللون؟ وجاء وقت التجربة ونشوف هل البيكنج صودا أثر في اللحمة وخلاها ألين أو لا. اللي لاحظناه إنه اللحمة العادية كشت أكتر، وهذا يدينا علامة إنه البيكنج صودا من جد دخلت جوة اللحمة وفرقت الأنسجة. هذه اللحمة العادية طبعا مش شايفين شوية مطاطية، ضغطنا عليها بقوة حتتفك، مستوية بس بصراحة ناشفة. نشوف اللي بالبيكنج صودا بدون أي مجهود فكت معانا بطريقة سهلة وسريعة. شايفين؟ اوه النكهات كلها دخلت جوتها. والله لما تاكلوها يا جماعه تحسوا انه في انفجار نكهات جوا. وحنلاحظ اللحمة اللي حطينا عليها بيكنج صودا على اليمين احمرت وكأنها صارت مدخنة،